أهلا بيكم في حلقة جديدة من Inside Out Channel. مفيش أحسن من الوقت ده الواحد يعمل ريفلكشن عن السنة وهي بتخلص، يشوف إيه هي الحاجات اللي نجحت معاه، إيه القيم الجديدة اللي هو طلع بيها، إيه الحاجات اللي في شخصيته اتغيرت. أعرف ناس كتير جدا بتحب تعمل الريفلكشن ده على آخر السنة، بس مش بتعرف تعمله بطريقة منظمة وبطريقة بناءة، والأهم من ده بطريقة ما تحبطهوش وهو داخل على السنة الجديدة. لأن عادة إحنا بنبدأ بخطط في أول السنة وبتنتهي بين السنة ونكتشف إن إحنا ما نجحناش في أغلب الحاجات اللي إحنا عملناها. فمش كل الناس قوي بتحب موضوع الريفلكشن ده، لكن في الحلقة دي إحنا هنتكلم مع بعض ونحكي عن 9 أسئلة تساعدني أكتشف هو إيه اللي حصل في السنة دي بطريقة بالعكس تديني انرجي للسنة الجديدة. تقدر تتفرج على الحلقة دي بطريقتين، يا إما تتفرج على الحلقة دي للآخر وتفتح الشيت اللي موجود في الديسكريبشن تحت ب9 أسئلة وتاخدها على مهلك بالطريقة بتاعتك في مكان هادي بالبيس اللي انت ترتاح له، أو إن انت تاخد الحلقة دي واحدة واحدة ومع كل سؤال نوقف الفيديو ونكتب إجابات الأسئلة دي مع بعض. أول سؤال معانا، إيه 3 كلمات تقدر توصف بيها السنة دي؟ يعني لو سألتك أو سألتك السنة دي كانت نقط، فمثلا أنا بالنسبة لي دي السنة دي كانت 3 كلمات: راحة، أصحاب، عيلة جديدة. السنة دي اللي اتعلمت فيها يعني إيه أعرف أخد تايم أوف، ويك أند، مفهوش فصال مفهوش كلام، نوم أحسن، أكل أحسن، راحة. السنة دي كمان اللي اتعلمت فيها أدي وقت هام جدا لأصحابي من غير أي ديستراكشن، ناس أعرف أخدها نخرج مع بعض، أبني علاقات صحية مع أصحاب دخلوا بقوا هم السبورت سيستم بتاعي. وطبعا دي السنة اللي اتجوزت فيها وكونت فيها أنا وجوزي عيلة جديدة. فدي 3 هايلايتس بتاعت السنة دي. وقف الفيديو واكتب ايه 3 كلمات تقدر توصف بيها السنة دي. تاني سؤال هو ايه هي الانجازات اللي انا حققتها في 2023؟ وطبعا اغلبنا لما بنسمع كلمة انجازات على طول بنروح انا انجزت ايه في الشغل، لكن انا عايزة اشجعنا واتحدانا ان احنا نفكر في انجازات اكتر، مش بس شغل لكن كمان انجازات في العلاقات، انجازات في لغة اتعلمتها، ان انا بقيت اكل اكل صحي، ان انا بقيت اروح الجيم اكتر، ان انا اتعلمت عادة جديدة كنت حاططها في بداية السنة وعايز اتعلمها. فمثلا انا من اهم الانجازات اللي حصلت لي السنه دي ان انا اتعلمت يعني ايه اعمل تايم مانجمنت، وان انا طبعا اتطورت في مجال التريننج وبقى عندي سيشنز بعملها مع الناس. فده في مجال الشغل وده في مجال الحياه الشخصيه. وانا عايز اشجعك واشجعك، فكر ايه هي الانجازات اللي انت عملتها في حياتك الشخصيه وايه هي الانجازات اللي انت عملتها في مجال شغلك. ثالث سؤال، ايه اللي نجح معايا في 2023؟ بمعنى ايه التكنيكس، ايه الادوات، التولز اللي بقت موجودة في حياتي واضح ان هي أثرت في حياتي وخلتني شخص أحسن وسببت لي نجاحات أسرع في حياتي. فمثلا أنا اكتشفت السنة دي ان أنا بيك تركيزي هو أول ما بصحى من النوم، فتعلمت انه دي أداة أنا هستخدمها طول الوقت في مذاكرتي، في حاجات عايزة انجزها في البيت، في حاجات تقيلة على قلبي وعايزة أخلصها في بداية اليوم زي مثلا مروح الجيم أو اللعب الرياضة. من التكنيكس كمان اللي اتعلمتها انه انا لو انا عايزه اتعلم حاجه جديده انا محتاجه اروح للبروفيشنال. فمثلا لو انا موضوع الرياضه ده ضعيف عندي، هروح للبيرسونال ترينر واقول له او اقول لها بليز امشي معايا المشوار ده. انت اقعد دلوقتي واقعدي دلوقتي وفكروا ايه التولز اللي انا جربتها السنه دي وفعلا نجحت معايا وعايزه اخدها معايا في شنطتي وانا داخل على السنه الجديده. السؤال الرابع عكس بالظبط السؤال الثالث، ايه هي التولز اللي انا اكتشفت ان انا وانا بستخدمها بتسبب لي ضعف او بتسبب لي بطء في حياتي؟ فمثلا اعتقد دي حاجه كلنا بنقع فيها، انه الواحد بيقعد يخطط لنفسه حاجات كتيره قوي ويوفر اكسبكت من نفسه انه يقدر يعمل كل الحاجات دي في وقت قليل. فدي مثلا من الحاجات اللي انا وقعت فيها السنه دي، ان انا كنت بطلب من نفسي طلبات كتير وببقى اوفرويلمد جدا بكل الحاجات اللي مطلوبه مني ومش بلحق اعملها، وفي الاخر بقعد واحبط وساعات بخلص ايام وانا ما انجزتش ولا حاجه. فمثلا انا داخله السنه الجديده وانا بقول لنفسي خلي عندك اكسبكتيشنز هاديه معقوله طبيعيه واقعيه جدا. فدي من الحاجات اللي انا فشلت فيها واخطاء وقعت فيها السنه دي ومش عايزه ادخل بيها السنه الجديده. وانتوا كمان قبل ما ننقل على السؤال الجديد نقعد ونفكر ايه الحاجات اللي انا عارف كويس قوي ان انا ما نجحتش فيها ومش عايز ادخل بيها السنة الجديدة. السؤال الخامس هو ايه الحاجات اللي اتغيرت في شخصيتي في 2023؟ وعادة أغلبنا مش بنعرف قوي نجاوب على السؤال ده، وده الوقت اللي فيه نروح نسأل أصحابنا والناس القريبة مننا، وياريت نسأل ناس
قريبة مننا وبتفهم قوي وتقييمها كويس وموضوعي، ونروح نسألهم انت شايف ايه اللي اتغير في شخصيتي السنة اللي فاتت؟ ايه كنت فيه ضعيف وبقيت احسن فيه؟ وكمان انا محتاج ان انا اتعلم ان انا اعمل ريفلكشن مع نفسي، يبقى عندي حاجة اسمها سيلف توك، واقعد انا اقيم نفسي. هل في حاجة انا شايف ان طريقة كلامي اتغيرت فيها؟ حاجة انا مثلا كنت شخصية مش موضوعية خالص وتعلمت يعني ايه اكون تقييمي موضوعي، مش مشاعري هي اللي غلباني في تقييمي، لكن لا انا عارف اقيم الناس صح، اقيم المواقف صح. ودي مثلا من الحاجات اللي انا اتعلمتها السنة دي، اني ما خليش مشاعري هي اللي تغلبني، اني اقيم الاحداث او الاشخاص من حواليا، لكن اكون موضوعية جدا وادي كل حاجة حقها. السؤال السادس هو ايه الحاجات اللي انا ممتن ليها حصلت معايا السنة دي؟ وانا مش عايزة اخد وقت في الحلقة دي اتكلم على الامتنان، لانه الاسبوع اللي فات نزلنا حلقة عن الامتنان، وعايز اشجعكم ادخلوا واتفرجوا عليها وامشوا على الخطوات اللي تساعدني اشوف ايه الحاجات اللي حصلت حلوة السنة اللي فاتت، وعايز اكون شاكر لنفسي وشاكر للاحداث من حواليا انها حصلت. السؤال السابع هو مين اضاف ليا حاجة جديدة في 2023؟ وده على طول بيصب في حاجة اسمها السبورت سيستم. مين ناس أنا مخليها حواليا تقدر تساعدني أكون شخص أفضل، أو أكون شخص أقوى، أو أكون شخص أكثر تنظيما. فمثلا أنا وبيتر جوزي السنة اللي فاتت، لأن احنا كنا داخلين على جواز، من أهم الشخصيات اللي ساعدتنا هي الشخص اللي احنا كنا بنعمل معاه جلسات مشورة زوجية. فده من الناس اللي أنا ممتنة لوجودها، ومن الناس اللي كمان متأكدة إن لو فضلت موجودة في حياتي هي شخص أضاف ليا قيم وأضاف ليا أفكار جديدة تقدر تخليني شخصية أفضل. وده الوقت اللي احنا فيه كمان نفكر مين الناس اللي أضافت لينا حاجة حلوة السنة اللي فاتت وعايزين ناخدها معانا في السنة الجديدة. السؤال اللي وراه بقى، مين ناس أنا أضفت ليهم قيم جديدة؟ كل شخص فينا ليه دايرة تأثير، يا إما بتبقى دايرة تأثير إيجابية أو دايرة تأثير سلبية. ومهم جدا وانا داخل السنة الجديدة دي اني ابقى عارف انا دايرة تأثيري بتحوم حوالين مين. عيلتي، اصحابي، شخص انا بضيف ليه وبكبره بساعده انه يكون شخص افضل. لو انا لحد دلوقتي مش عارف اكون شخص مؤثر في حياة الناس، جه الوقت بالذات واحنا بننهي سنة وداخلين على سنة جديدة اني اخد قرار انه انا مش عايز اعيش لنفسي، بالعكس انا عايز اساعد الناس اللي حواليا. واعمل ريفلكشن السنة دي، مين ناس كانت قريبة مني وتعلمت مني، حتى لو تعلمت مني وحش. طيب السنة اللي جاية وانا داخل فيها عايز افضل تأثيري على الناس دي سلبي؟ لا، انا عايز يبقى تأثيري ايجابي. هعمل ايه عشان ادخل السنة الجديدة دي وانا بتغير وبغير في الناس اللي حواليا؟ النقطة الأخيرة هو مش سؤال قوي على قد ما هو ستيتمنت أنا عايزة أختم بيها الحلقة دي، وستيتمنت عايز أشجعكم وإن انتوا كمان بنختم بيها السنة دي. إني أبص على 8 أسئلة اللي إحنا جاوبناها مع بعض في الحلقة دي، ونشوف إيه من المواقف، إيه من الأدوات، إيه من الحاجات اللي اتغيرت فيا أو عادات اكتسبتها عايز أدخل بيها السنة الجديدة أو أكررها، وإيه حاجات أنا مبسوط قوي وراضي بأن أنا اتعلمتها السنة دي ومش فارق معايا قوي إن أنا أدخل بيها السنة الجديدة. بالعكس ممكن أبقى عايز أدفنتشرز جديدة، عادات جديدة. خلاص اللي أنا اختبرته السنة دي مبسوط بيه جدا وساتيسفايد، لكن السنة الجديدة أنا عايز أجرب حاجات جديدة. وإيه حاجات لا أنا الحاجات دي فرقت معايا، الحاجات دي غيرت حياتي وعايز أدخل بيها السنة الجديدة. ده بيساعدني على حاجة اسمها ريزوليوشن، وده هيبقى موضوع حلقتنا الأسبوع اللي جاي، إني إزاي كمان أعمل تخطيط جيد للسنة الجديدة. الريفلكشن هو أن أنا بقف واتفرج أشوف السنة دي عادت إزاي ونجحت في إيه وفشلت في إيه. لكن الريزوليوشن إزاي أخطط للسنة الجديدة وبلان إني أكون أكشن مش رياكشن. كل سنة وانتوا طيبين، واستنوني في الحلقة الجديدة في سنة جديدة، واستمتعوا بحفلة راس السنة.